السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نقدم لكم كيكه السبانخ. على بالي بكم رايحين تستغربوا، بصح كي تجربوها ردوا لي الخبر. تجيب لنا بزاف وباهيه، حاجه جديده ان شاء الله تعجبكم. تبعوا معايا للاخر وتشوفوها كيفاش تجي. نبداو باول حاجه، نبداو بالسلق ولا السبانخ. هنايا نحتاجو 250 غرام، يعني ربطه تاع سبانخ. تغسلوه مليح، تنشفوه، نحطو شويه ماء برك في الطاوه تاعنا، شويه برك تاع الماء، نقصوه ونحطوه يغلي حتى يطيب وما يطولش بزاف. هو هكا نحطوه ونرجعو ان شاء الله كي يطيب، نرجعو ان شاء الله. هنا بعد ما غلا ونشف من الماء وطاب، شوفوا كيفاش يجي. هنا نرحيوه بالميكسور. هكا حتى نتحصلوا على هذا الخليط يكون مرحي خلاص، يكون شغل سائل. شوفوا كيفاش يولي. خليوه يبرد شويه ونرجعوا. دوكا نروحوا للمقادير تاع لاجينواز هذيك اللي راح نخدموها. عندكم 3 بيضات، فاني، وحده خميره، الكاس العيار هنا 200 مليلتر. هاني بدلت لكم الكيسان هادو، كتسقساوني بزاف على الكاس هذاك ما عندهمش. راني بدلت لكم الكيسان هادو، نورمالمون كاينين في الديار كامل. عندكم كاس فرينه، كاس سكر، كاس نشا، كاس هذاك السلق ولا السبانخ اللي رحيناه، وكاس تاي هنا العيار 125 مليلتر زيت. نبداو على بركه الله. نبداو بالبيض. نزيدو السكر ونضربو 15 دقيقه 10 دقائق. كي تعودوا بالباطير واحد 15 دقيقه. المهم تطلع مليح، لازم تطلع مليح هنا باش تجيكم الجينواز مليحه. بعد ما طلعت لازم تبيض هكا، نزيدو الزيت ونزيدو هاد السلق تاعنا او السبانخ. ضربو في الاخير نزيدو النشا والفرينه لافاني والخميره تاعنا. نزيدو نخلطو. هكا تحصلوا على خليط هكا يجي جاري. نحطوه بالبابي كويسون، نحطوه في لو فور يكون مسخن على 180 درجه واحد 15 الى 20 دقيقه. دركا نروحو للكريمه.
عندنا دائما العيار تاع الكاس 200 مليلتر. عندنا 2 كيسان حليب، نص كاس سكر، 2 مغارف كبار فرينه، شويه فاني. وكي نخلصوا نحتاجو 200 غرام شانتيي وكاس تاع 125 مليلتر نواه كوكو. نبداو نحطو حليب، نزيدو السكر، نزيدو الفرينه، نخلطو ونحطوها على النار حتى تعقد. بعد ما عقدت لنا واختارت نزيدو لها لافاني، ونفرغوها في مبر ونخليوها تبرد. هنا بعد ما طابت الجينواز تاعنا وبردت شويه، نجيبو اي كادر عندكم تحبوا تقصوا به، مستطيل ولا مربع، نقصوا به. وهاد الشيت هادو نحتاجوهم من بعد. هنا بعد ما بردت نزيدو لها الشانتيي، نزيدو لها نواه كوكو، نضربوها. نضربو فيها هكا حتى نتحصلو على كريمه هكا. هنا نحطو طبقه من الكريمه، نحطو النص تاع الكريمه، الطبقه الثانيه هي نحطو بنان، نزيدو الطبقه الثالثه الكريمه. هذيك البقايا اللي قعدوا لي رحيتهم في الروبو تحصلت عليه هكا، هذه هي اللي نديرو بها الطبقه الاخيره. نكملو هكا
ونخليوها في الثلاجه تبات ليله كامله حتى باش نقدروا نزينوها ونقصوها. هذه بعد ما باتت كي خليناها باتت وبردت مليح وكنديروا لها هكا الحار. نهزو بالعقل. بالعقل هكا. شوفوا كيفاش تجي. دركا نروحو نقصوها. نروحو دوك لطريقه الزيين. نزينو بلي سيغيس كونفيبر، نديروهم هكا صغيرين قصو صغار ونزينو بهم هكا. مثلا نحطو في النص كمجموعه. بعد ما قطعناها نعتلكم كيفاش تجي. شوفوا كيفاش تجي. شوفوا الطبقات. نعتلكم طبقه تاع البنان هاي منا حاكمه روحها. هاي كيفاش تجي. نحطوها في صحن التقديم ونرجعو. هذه هي النتيجه مع الاخر. شوفوا كيف خرجت باهيه. ما تحطوهاش خلاص بلي راهي بالسلق ولا ما فيها حتى ريحه السلق. تجي بنينه. جربوها مش رايحين تندموا. شوفوها كيفاش جات طريه. شوفوا كيفاه الطراوه تاعها. شوفوا كيفاش طريه وهذاك البنان يجي معلك من داخل. شوفوا كيفاش. شوفوا كيفاش تجي. راهي مليحه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هذه هي حلقه اليوم. ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. الى اللقاء في الوصفه القادمه ان شاء الله.